تشارلز اوزبورن دخل موسوعه جينيس بعد ما جات له زغطه لمده 68 سنه، بعد ما خنزير وقع على راسه سنه 1922. المزغوطه الصغيره دي اللي اسمها فلوريدا مين جينيفر مين برضه دخلت الموسوعه ب50 زغطايه في الدقيقه. محدش يتوقع. ايه الصوت العجيب اللي بنعمله ده وليه مستمر معانا لحد دلوقتي؟ تعال نتفزلك ونعرف. تعال. اللي نعرفه ان الزغطه بتيجي لما بنتطافس وناكل بسرعه او نشرب بسرعه، بس في ناس الزغطه عندهم بتبقى مرتبطه بمشاعر معينه زي الضحك والعياط والتوتر. اللي انت ما تعرفوش بقى ان الزغطه هي الحاجه وعكسها في نفس الوقت. انقباض لا ارادي بيحصل في الحجاب الحاجز في نفس اللحظه اللي لسان المزمار والاحبال الصوتيه فيها بيتقفلوا عشان يمنعوا الهواء ده انه يدخل، وساعتها يعني من على الوش كده مجرد ظاهره صوتيه ملهاش اي 30 لازمه. محدش فاهم حاجه خالص عادي بجمله حاجات كتيره ملهاش لازمه موجوده فينا، دروس العقل، عضلات الودن، اللوز، الزايده، العصعوص وغيرها. بس العادي عندي وعندك بيبقى عامل ازمه للعالم بتوع التطور. هل ليها وظيفه احنا مش عارفينها ولا مجرد فيستيجر ريمننس، بقايا من ماضينا التطوري وفي وقت من الاوقات كان ليها لازمه؟ الشيطان اصلا بيكمن في التفاصيل. مجموعه بتقول ان الرفلكس ده بقايا تطوريه موجود اصلا في الاسماك اللي بتعيش في مياه راكده الاكسجين فيها قليل، وده خلاها طورت رئه اضافيه جنب الخياشيم تخليها تطلع تاخد نفس من بره. الزغطه ساعتها كانت مهمه عشان الميه اللي بتعدي على الخياشيم ما تدخلش الرئه. وحتى بعد الكائنات دي ما اتطورت وخرجت من الميه خالص، زي الديمو اللي بنشوفه في دوره حياه الضفدع اللي بيتطور من ابو زنيبه اللي بيتنفس بالخياشيم لحد ما يبقى ضفدع يتنفس برئتين، فضلت الزغطه دي معاها بنفس النيورال باترن او التوافق العصبي اللي بيحصل عندنا لما بتجيلنا زغطه. بس احنا مش ضفادع ولا عمرنا عشنا في الميه ومفيش فرصه ان السوائل تدخل الرئه عندنا. لا مش صحيح، فكر تاني. كل واحد فينا قعد 9 شهور في بطن امه وسنتين بيرضع. ده خلى مجموعه من العلماء يقولوا ان الزغطه مرتبطه بالرضاعه، ودليلهم على كده انها موجوده في الثدييات ومش موجوده في الطيور والزواحف اللي بتتنفس زينا، وبتحصل للبيبي عندنا قبل ما يتولد حتى. موجوده في الاطفال اكتر من الكبار. تمدد الحجاب الحاجز اللي بيحصل لما بيجي لنا زغطه مش عشان يسحب هواء، ده بيضغط على المعده عشان يخرج الهواء الزياده اللي فيها، وساعتها قفله الاحبال الصوتيه مهمه عشان تمنع دخول اللبن اللي هو بيرضعه للرئه. مقنع؟ اقتنعت؟ الصراحه اقنعتني. الخلاصه ان الزغطه حاجه لطيفه وكيوت في الاطفال واكيد ليها لازمه عندهم، بس لما بتجيلنا على كبر بتبقى محرجه جدا. سوري. عايز توقفها؟ اشرب ميه، اكتم نفسك، املى بقك عسل، اتنفس في كيس او خلي حد يخضك. ومحدش عارف ايه احسن من ايه في كل ده، بس احنا عارفين ان في حاجه واحده مش هتجيب نتيجه، ان خنزير يقع على راسك.